السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مبارك علينا شهر رمضان، إن شاء الله نصومه كامل بالصحة والعافية إن شاء الله. ربي يتقبل منا صالح الأعمال والصيام والقيام. راح ندير لكم اليوم فيديو خاص بالقلب اللوز اللي تاني ما يحلاش رمضان غير به. هاد الوصفة بزاف ناجحة 100%، صدقوني ناجحة نجاح كبير كبير كبير. يعني كما كنت تشوفوا كيفاش يجي لداخل، يجي طري، يجي مش كامل مشرب من الداخل، يجي روعة. تبعوني للأخير. راح ندير أول حاجة، راح ندير 3 كيسان تاع السكر هكذا معمرين مليح، نديرهم في وعاء يعني كسرونة ولا أي حاجة هكذا. هذه أول خطوة اللي حنديرها، يعني تبعوا كامل الخطوات، أكيد حتنجحوا فيه. أنا كما نقول لكم ماني متأكدة بلي هذا القلب اللوز ناجح بزاف بزاف، وأي وحدة راح تديره بنفس الطريقة حتحصل على نتيجة تفرح بها كذلك. راح ندير عليها كاس تاع الماء والمزهر، نزيد عليه ضروري تاني ليكستري تاع المزهر، معطر تاع المزهر ضروري باش يعطينا هذيك الريحه الشابه تاع القلب اللوز اللي معروف بها ريحه المزهر. هكذا نخلطهم مع بعض، نخلط السكر مع هذا الماء ونحطوه يسخن برك، يسخن شويه برك، غير قسم ما ياخذ يدفى كما نقولوا باش يذوب لي السكر بالخف. راح نخلطو بالميكسور هكذا، نخلطو شويه برك ماشي بزاف باش يذوب لي السكر. هاد الطريقة يعني بزاف ناجحة، صدقوني يعني تبعوا كما قلت وحتشوفوا النتيجة وحدكم وحتأكدوا وحدكم. راح ندير دوكا تاني، حناخد هاد السنيوة تاع 30 على 40، راح ندير فيها 6 كيسان تاع الدقيق. هنا الحاجة المهمة، شوفوا كيفاش راني ندير الكيسان يكونوا مقبين هكذا بالدقيق معمرين. كذلك الحاجة المهمة اللي هي الدقيق ما تجيبوش هذاك الدقيق الخشين كامل غروس، لا تجيبوا دقيق نصف خاشن، نصف خاشن يجيكم هايل. هذه هي لاستيس تاني، نصف خاشن، ما تجيبوش الرقيق وما تجيبوش الخشين، نصف خاشن يجيكم شباب، وتجي الحبه ماشي هذاك الكبير تجي كي الحبه تاع الطعام، لا هذا يجي هايل، يعطيك كيما اللي يتباع سوا هكذا. اول حاجه كما قلت الدقيق يعني لازم يكون مليح، يكون نصف خاشن. كاين بزاف يتباع نشيتو تاع الباكي نصف خاشن، زيدوا شوفوا لا كاين تاع الميزان. المهم حنحط هذا الدقيق في الجفنه ديالي، هو يعني جاني كيلو 6 كيسان هادو جاوني كيلو تاع دقيق، هاولي كما كتشوفوا فيه شباب، يعني نصف خاشن يعني جا شباب، ماشي كي جربته بالخشين، جربته بالرقيق والخشين ماشي كيما هاد النتيجه. علاش قلت لكم راني متاكده باللي بزاف يجي مليح. راح ندير تاني نصف ملعقه تاع الملح ضروري تاني، ديروا شويه تاع الملح، وربع كاس تاع السمن تاني يعطي له نكهه بزاف مليحه، ماشي كيما الزيت تاني. السمن عنده ذوق بزاف مليح ويعطيك بنه في القلب اللوز ديالك. هكذا نخدموا بيديا، ندخل السمن في هذيك الحبه تاع دقيق كما نقولوا هكذا بهذه الطريقه، ندخلوا كامل السمن. استعملي باليد هكذا يعني سهل، الخدمه تاعو سهله. القلب اللوز يعني كل شيء يعني لازم الدقيق يكون شباب، ماشي يعني ماشي كيسيون تاع شباب، يكون يعني ماشي خشين بزاف وماشي رقيق. هذا ما كان. هاوليك الخليط تاعنا كي خلطته، دوكا حنضيفوا للدقيق هكذا، شوفوا كيفاش ولا شغل بيض. نخلطوا هكذا شغل داب لي السكر، نقص على روحي الخدمه وما باش ينقص عليا الوقت، ما نقعدوش نستناو حتى يذوب السكر، خاطر ولا ما داب السكر يعني هو اللي حيعطينا هذيك الطبقه اللي من فوق اليابسه تاع اللي تجي فوق قلب اللوز. هكذا حنفيتيو كلش، يعني ماشي داب كامل السكر، ذوبته يعني شويه، كي خلطته داب بقى غير شويه برك. هكذا نخدموا بيديك اللي يعني نواسي فيه بصبعتي هكا، ما نعجنوش، شو نخدموا هكذا باش يزيد يذوب السكر، وتتخلط الحبه تاع الدقيق مع المكونات كامل، الماء والمزهر والسكر، هكذا بيدينا نخدموه. هاوديك شوفي كيفاش ولا، يعني درت مده برك هكذا. دركا حنزيد تاني نضيف له، هنا يخصو دوك باش نزيد نكملو، حنزيد له كاس تاع الماء، نفس الكاس نعمر كاس تاع الماء والمزهر طبعا، ونخلطو معاه هكذا، نزيد نخلطو مليح.
يعني تبعوا كامل هاد المراحل كيما راكم تشوفوا. نزيد نخلطوا هكذا، ما نعجنوش غير ب7 هكذا. واللي عندها بيدخا يعني تقدر تخدم بالبيدخا، يعني تجيها ثاني النتيجه شابه. هنا اسهل حاجه راهي باليد وماشي وقت كبير، وحتحضريه في نفس اليوم توجديه هكذا. هاولي كيفاش ولا شغل تشمخ القوام تاعو. نخليه نغطيه بصاشي باش ما ينشفليش، ونزيد عليه طرشونه هكذا. نخليه يريح 4 سوايع ولا 5 كما نقولوا. ديريه الصباح وطيبيه في العشيه، وحتحصلي على نتيجه هايله. نغطيه كما قلت، ومن داك ساعه ونوليو نخلطو. دوكا حنوجد الشربات. الشربات يعني تاني حاجه مهمه في الشربات، انك ديري الكميه الكافيه تاع الشربات. كاين دقيق يشرب وكاين دقيق ما يشربش. دوك انت كي ديري كميه صغيره تاع الشربات باش حتكفيك ويجيك القلب اللوز تاعك يابس. انا نفضل يعني ديري بشويه بزياده خير من ما يجيك يابس ويجي ناشف ماشي كاع مشمخ. المهم هنايا راح نديرو 6 كيسان تاع السكر، 3 كيسان تاع السكر مع 6 كيسان تاع الماء هكذا. 3 كيسان تاع السكر مع 6 كيسان تاع الماء كما راني كتبت. وكذلك حندير نص كاس تاع الماء زهر مع المعطر تاع الماء زهر هكذا. دوك نحط الشربات تاعي تغلي. كي تغلي 10 دقائق يعني بعد الغليان نطفي عليها، ما تغلوهاش بزاف باش ما تنشفلكمش. 10 دقائق بعد الغليان نقص الفرن ونخليها تغلي. من بعد ذلك نزيد هذا الماء زهر باش تقعد لي الريحه تاع الماء زهر هي هكذا. راح نحطو يطيب كما قلت ونخليه يبرد باش لو طون لي نوجد القلب اللوز تاعي هكذا. راني وليت العجينه تاعي بعد اللي ريحت 4 سوايع ولا 5، المهم واش كان عندك الوقت هكذا. وطلقت يعني السكر داب، يعني طلق زاد داب. راح نخلطها هكذا باش يزيد يمتزج كلش هكذا. وشربت الحبات كما نقولوا الحبات تاع دقيق، شربت هذاك السكر ودات الذوق تاعو. صدقوني كما قلت يعني بزاف ناجحه الطريقه. هنا راني دهنت السنيوه بالسمن، ودوك نفرغ الخليط تاعي. شوفوا الا كان درتو نتوما درتوا له الحشو، اقسموا الخليط العجينه على 2، ولا ما كان ما درتوش الحشو يعني ديروا مباشره هكذا. هكذا نفرغوا كامل، نفتحوا هكذا باليد فقط. هاي العجينه طريه كما راكم تشوفوا، الطراوه تاعها ماشي جاريه بزاف وماشي يابسه هكذا كما راكم تشوفوا. نوزعها كامل على السنيوه باش تجيني مستوى واحد هكذا غير بيدي فقط. هاوليك الطراوه تاعها. نكمل نحلها كامل في السنيوه. وباش نحي هاد لي تخاص تاع صباعتيه اثار تاع صباعتين هادوما، دوك ندير بالكوبات نسويها تاني. المهم هكا نوزع كامل وما نضغطش بالزور غير بشويه هكذا. راح ندير بالكوبات هكذا نسويها الاطراف كامل الوسط يعني كل شيء باش يجينا الوجه تاع القلب اللوز شباب ويجي رطب من الفوق هكذا كامل. سيو كيفاش يجي الوجه كامل متساوي. دركا حنزيد في هذا الوقت زيد ذوبت شويه تاع السمن، حوالي 3 ملاعق تاع السمن. نخبط هكا باش يتساوى كامل السنيوه تاعي. كما قلت هاني درت 3 مغارف تاع السمن ذوبتهم، وحندير هكا من الفوق السمن يعني هو اللي حيعطينا هذيك الحموريه تاع قلب اللوز. هكذا نوزعهم بالبانسو هكذا على كامل الوجه تاع قلب اللوز. مام السمن عنده يعطينا بزاف نكهه شابه في القلب اللوز، يعني بلا سمن صدقوني ماش حيجيكم بنين. انا نحوس على الشكل والبنه تاني بزاف هايل، قلت كيما تاع المحلات ولا احسن كاع هكذا. ندير كامل الوجه تاعها بالسمن. ودركا حنطراسي غير من الوجه تاع السنيوه هكذا، ندير خطوط هكذا بالطول هكذا. ما ندخلش حتى لداخل الموس السكين، يعني ما ندخلوش حتى لداخل، غير من الفوق نطراسي هكا جهه
ونحط اللوز تاعي في شويه ديك تاع السمن اللي بقات باش ما يتحرقليش هكذا. ونحط في كل يعني مكان تاع حبه قلب اللوز ندير لها حبه لوز هكذا. واللي ما عندهاش تقدر دير كاوكاو يعني يجي شباب تاني هكذا. نديرو كامل من الفوق. وفي هذا الوقت يعني انا كنت مقبل يعني شويه كي بديت نحل في العجينه شعلت الفوغ تاعي على 200 درجه باش يسخن مليح ودرتها طيب. درتها في الوسط يعني ما نحطهاش لتحتها. وكي طابت مليح شتا تحمرت من الجوانب وبدات تحمر يعني تعطي لا كولور يعني قهويه شويه في الطرف. انايا زدت شعلت لها شويه من الفوق. وشنو لازم تعسوها بزاف من الفوق تشوفوها حتى تاخذ اللون شباب. ما تغفلوش عليها باش ما تحرق لكمش. كي تعودوا تحمروا فيها وقفوا عليها يعني شوفوا قعدوا راقبوا فيها. هنا الشربات تاعي نقعد نسقي فيها هكذا نشد الاطراف كامل نسقيهم ونكمل كامل نسقيها. دوك هنايا حنزيد نقطعها بالموس كامل حتى لتحتها ونزيد الجهه تاني الافقيه والعموديه كامل نقطعها باش يدخلنا الشربات في الوسط يعني تاخذ كامل الجهات. وكل ما ينشف يعني السنيوه تاعي القلب اللوز يشرب هذيك الشربات نزيد له شربات واحده اخرى. كي يقعد يشرب القلب اللوز يعني تاعنا في الشربات عرفوا بلي هذا القلب اللوز راهو ناجح هكذا. نقطعهم كامل هاوليك يعني ما يشربش تمتم مع الاول يشرب تمتم بعد يبقى بشويه باش يشرب هكذا. كل ما نشوفو قلت شرب نزيد له نقعد غير نزيد له حتى تشوفيه خلاص حوالي ساعه وانت تزيدي له ما تزيديش عليه خلاص. كي تشوفيه خلاص شرب كامل وما لا كفايه يعني جات كامل هذوك الشربات اللي درتيها تقدري تكمليهم كامل. ولا كان دقيق يشرب ولا كان ما يشربش يعني وحدك تشوفيه باللي خلاص ماهوش ما يزيد تشرب يعني. وكان حاجه مهمه لازم كي تسقيوه بالشربات تعاودوا ترجعوه في الفوغ تاعكم اللي يكون دافي تغلقوا عليها وتخلوه ومن داك طليو وزيدي له شويه شربات. هاي لك النتيجه كيفاش جا محمر شباب. شوفوا كيفاش شارب يعني مليح الشربات تاعو هايله. جا يعني شرب الشربات مليح جا روعه صدقوني روعه. والريحه تاعو تاع ليكستري والمزهر جا هايل يعني. لازم لكم المزهر مع ليكستري يجي هو الشارم تاعو في كي يكون الريحه تاعو كيما نقولوا معبقه الدنيا تاع المزهر هكذا. نحي حبه باش تشوفوها. شوفوا كيفاش جا الطياب تاعو جا بزاف شباب كيما قلت حتى لداخل جا طايب. هاليك شوفوا لتحت كيفاش جا طايب هكذا يعني يكون شغل بني شويه من تحت هكذا. يعني الطياب كما قلت لكم مهم تاني في الطياب لازم تشوفوه كي تشوفوه في الجوانب يعني يحمر لكم تما حتشوفوا يعني من تحت كيفاش راهو. هاوليك شوفي كيفاش جا القلب تاع الوسط يعني تاع القلب اللوز جا كامل مشرب. هاوليك كيفاش جا هايل روعه يعني. تبعوا كامل الخطوات ونتمنى لكم النجاح فيه. وانا متاكده باللي كنت تبعوا كامل الطرق يعني حتنجحوا فيه. وما تنسونيش بتعليقاتكم وكذلك بالضغط على زر الاعجاب. ونتمنى لكم التوفيق توفيق في تحضير هذا القلب اللوز. هاوليك شوفوا كي نفتحوا لداخل كيفاش يجي جا طري هكذا كامل طري. والذوق تاعو صدقوني روعه. ما تقولوش راهو حلو بزاف كي كثرنا الشربات ولا على حسب الكميه تاع الدقيق وعلى حسب النوع تاع الدقيق. ما تعقدوش تعرفوا الدقيق ولا يشرب ولا ما يشربش. المهم يعني كل كاس تاع دقيق يقابلوا كاس تاع الماء. كيما انا درت 6 كيسان تاع دقيق ندير 3 كيسان تاع الماء مع 3 كيسان تاع السكر. ما تنساوش الشربات هي المهمه. لازم يشرب القلب اللوز تاعنا يشرب الشربات الكافيه باش يجيك مليح. وخليه يبات في هذيك الشربات وكما سقيته ليله كامله راح تحصلي على قلب اللوز والله ناجح جدا كما تاع المحلات ولا احسن. نقدر نقولوا احسن خاطر انت اللي درتيه بيديك وانت اللي طيبتيه راح يعجبك بزاف. واللي دارته وجرباته يعني تكتب لي في التعليقات. وما بقى لي غير نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم.